يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح شارككم وصفة من أروع وصفات طبخ الأرز. وصفة الأرز بالزنجبيل فينا نقدمها مع الدجاج أو مع اللحمة أو حتى من دون شي بس مع الخضار لأنه وصفة رائعة. أنا قدمته مع الدجاج وتبلت الدجاج بتتبيلة رائعة. رح استخدم بهالوصفة أفخاذ الدجاج، حطيت عليهم 3 ملاعق كبار من عصير الليمون الحامض و3 ملاعق كبار من الخل الأحمر، 5 حبات من الثوم المهروس، وبضيف عليهم ملعقة كبيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من البابريكا، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود و7 بهارات، نصف كوب من اللبن أو الزبادي، ملعقة صغيرة من معجون البندورة وملعقة كبيرة من معجون الفليفلة، ورح ضيف عليهم 4 ملاعق كبار من زيت الزيتون. هيدي التتبيلة بتكفي ل2 كيلو من الدجاج. خلطتهم مع بعضهم منيح، صفيتهم بصينية الفرن وحطيت باقي التتبيلة على وجهن، حطيت على وجهن ورقة زبدة وغلفتهم منيح بالسنيدة وسكرت عليهم ودخلتهم على فرن حامي على حرارة 200. بياخدوا تقريبا بين الساعة والساعة وربع. وبهيدا الوقت رح نحضر أطيب أرز بالعالم. حطيت ملعقتين كبار من السمنة، حطيت عليهم بصل كبيرة مفرومة ناعم، حركتها شوي لحتى بلشت تدبل، وضفت عليها 5 حبات من الثوم المهروس وملعقتين كبار من الزنجبيل الأخضر المبروش ناعم. حركتهم مع بعضهم شوي لحتى بلشت تفوح الروايح الحلوة، وضفت عليهم 3 ملاعق كبار من الكمون الحب و3 وراق من ورق الغار، وبضيف عليهم الهيل الحب. أنا بشكهم بعود الأسنان حتى يسهل علي شيلهم بعد ما تخلص طبختي. كمان بقلبهم مع بعضهم شوي وبضيف عليهم جزرتين كبار مبروشين، وبضيف الزبيب اللي بلا بذر. أنا استخدمت نص كوب تقريبا، حطوا قد ما بدكن. ورح نضيف عليهم ملعقة كبيرة من حبة البركة أو الحبة السوداء، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البابريكا، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكركم أو العقدة الصفراء. حركتهم مع بعضهم شوي وضفت عليهم 3 أكواب من الأرز البسمتي المغسول. طبعا إذا بتحبوا تنقعوا الأرز فيكم تنقعوه مدة نص ساعة، أنا بغسله منيح وبحطه من دون نقع. وبالنسبة لعيار المي، أكيد كل نوع رز بياخد عيار محدد من المي. أنا حطيت ل3 أكواب من الأرز 6 كبايات من المي. طبعا بهاي المرحلة فيكم تعدلوا الملح، وبس يغلوا بخفف النار وبغطيهم وبتركهم مدة 20 دقيقة لحتى يستووا. وبهيدا الوقت استوى الدجاج. شيل السانيتا ورقة الزبدة وبدهن وجهن بالسوائل الموجودة بأرض الصينية، وبدخلهم على الفرن والع بس من فوق لحتى حمر الوجه. رح ولع فحمتين، هلا بعد شوي رح تشوفوا شو رح يعملوا. وبالنسبة للقلوبات أكيد فيكم تحطوا اللي بدكم إياه. حطيت ملعقة كبيرة من السمنة، حطيت شوي من الكاجو وشوي من اللوز المقشور، قلبتهم شوي لحتى بلشوا ياخدوا لون حلو، وضفت عليهم الصنوبر وحركتهم لحتى أخدوا اللون الأشقر الحلو. وهيدا شكل الدجاج بعد ما تحمر وجهه ومستوي ودايب. ريت الكاميرا بتوصل الريحة، عن جد ريحتهم وطعمتهم ولا أروع من هيك تتبيلة. بنصحكم تعتمدوها، وبتمنى بس تجربوها تتركولي رأيكم بالتعليقات. رح شيل العظم منهم وأفرطهم لحتى زين فيهم وجه الرز. وهلق بعد ما استوى الرز إجا دور الفحمات يلي ولعناهن. رح أعمل حفرة بقلب الرز، ورح أطوي قطعة من السانيتا على طبقتين، رح أعمل لها تجويف مثل شكل الكاسة، وبحط الفحمات يلي ولعناهم بالأول، وبضيف عليهم ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وبسكر الطنجرة منيح، وبحط على وجهها منشفة، وبغطيها وبتركها مدة ربع ساعة لحتى ياخد الرز طعمة التدخين. ومن بعد هيك صار جاهز للتقديم. نسكب الرز بجات التقديم ومنضيف الدجاج على وجهن، وتفننوا على ذوقكم بهيدي المرحلة لأنه سبق وخبرتكم إنه هيدا الرز لحاله كتير 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 طيب. فكيف إذا كان في على وجهه دجاج بهالخلطة الرائعة وقلوبات وبقدونس ورمان. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وأهم شي بس تطبقوا الوصفة ما تنسوا تعطونا رأيكم فيها، وألف صحة وهنا على قلبكم.